La lutte commission pour la commercialisation du pétrole a prouvé aujourd'hui les ventes du produit missile pour les périodes du mois de mars 2012. انطلاق في عملية القياس محطة قاعدية لهاتف النقال مركبة عبر الوطن، تأكد من مستويات الذبذبات الكهرومغناطيسية الصادرة عنها. السلام عليكم. كانت هذه زهرة دردوري بومعزة أو زهرة طرواجي وزيرة تكنولوجيا الاتصالات في الجزائر في خطابها الشهير الذي كسرت فيه اللغة العربية تكسيرا. نعيد الجملة التي نطقتها ولكن هذه المرة بلسان جوجل ترانسليشن. انطلاق في عملية قياس محطة قاعدية للهاتف النقال مركب عبر الوطن للتأكد من مستويات الذبذبات الكهرومغناطيسية الصادرة عنها. شفتوا يا الخوة، حتى جوجل ترانسليشن مع كل عيوبه قرأ الجملة القصيرة اللي قرأتها وزيرة الترواجي هذه أفضل منها بكثير. ولكن موضوع هذا الفيديو ليس فضائحها اللغوية المعروفة، فضائحها في هذا الفيديو أكبر بكثير، هي وزوجها وابنها والمحيطون بها. ابقوا معنا. نستعرض في فيديو فضائح الوزيرة زهرة بومعزة دردوري محورين. أولا، علاقة ابنها مهدي دردوري المقيم في أمريكا بزوجته اليهودية مستشارة أجهزة المخابرات الأمريكية وصور عرسهما الحصرية، عرس بالقاسم البرجوازي بصديقته الجورية وما تخلله من فضائح. ثانيا، استغلالها لمناصبها الحكومية لإنشاء شركة عائلية يشرف عليها ظاهرا زوجها عبد العزيز وابنها مهدي، ولكنها هي التي تساعدها من خلال استخدام نفوذها داخل وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، وكذلك الشركات الخاصة التي تطمع في تسهيلات حكومية. ونشير في آخر الفيديو إلى العلاقة الأسرية التي تجمع الوزيرة زهرة دردوري بومعزة أو زهرة طرواجي بأسرة بومعزة الفرنسية التي سنبحث في المستقبل عن علاقتها ببومعزة الباتنية. ونبدأ هنا من صورة دييغو مارادونا حين زار الجزائر قبل أشهر، وانتشرت هذه الصورة وهو يقبل صديقته أو عشيقته بحضور مجموعة من الوزراء، منهم زهرة دردوري زهرة طرواجي التي أدارت وجهها لكي لا ترى القبلة. لكن بالمقابل نقارن هذه الصورة بصورة زهرة دردوري وهي تبتسم في عرس ابنها مهدي وهو يقبل زوجته ستيفاني شول دردوري التي عاشت معه دون زواج لعدة سنوات، كما يظهر من هذه الصور التي التقطت قبل الزواج، حتى تزوجته في شهر جويلي يوليو 2012، وعاش في هذا البيت الذي قام دردوري بشرائه في شهر يونيو 2010 بمبلغ 400,000 دولار. دراهمكم يا الفقاقير. لقد وصفت قائدة فرقة سيج ترين كوارتت، وهي فرقة موسيقية كلاسيكية لا تحضر إلا أعراس الأغنياء والبرجوازيين،
وصفت هذا الحفل في صفحتها على الفيسبوك بأنه حفل لم تر مثله من قبل، وقالت باللغة الإنجليزية: Here is another unforgettable wedding for Sage. A cute falcon acted as the ring bearer for Stephanie and Mehdi's wedding. He flew in, delivered the rings, then flew back. I wish you were there to see it with your own eyes. ترجمة ما قالته بالإنجليزية هو أنها رأت صقرا ينزل بخاتمي العرس في ساحة الاحتفال حتى يلتقطهما ستيفاني ومهدي ثم يطير من جديد. هل رأيتم بذخا أكثر من هذا البذخ؟ كم من الأموال صرفت على مثل هذه السفاهة؟ وهل رأيتم أميرا خليجيا مثلا يفعل ما فعل هؤلاء بأموالكم يا فقاقير؟ وين راهو المشكل؟ أنا نقول لك وين راهو المشكل. تابعي معنا الفيديو يا زهرة طرواجي وستعرفين وين راهو المشكل. ركزوا معنا خصوصا على صور ستيفاني شول دردوري زوجة مهدي دردوري، ابن زهرة بومعزة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال، صور ستيفاني وهي تعانق الرجال. هل هذه هي العادات الجزائرية؟ هل يتزوج الجزائريون ويسمحون لزوجاتهم بمعانقة واحتضان الرجال هكذا؟ وين راهو المشكل؟ لكن من هذا الذي يظهر في هذا المشهد الأخير وهو يعانق ويلامس خده خد ستيفاني شول دردوري؟ إنه الجندي الإسرائيلي الأمريكي الجنسية إليوت ساكس. إليوت ساكس هذا الجندي الذي يظهر في هذه الصورة في أفغانستان، ويظهر في الصورة الأخرى في مشهد آخر يحضر فيه احتفال عيد الفصح اليهودي مع خامات الجيش الأمريكي. ترى ما الذي يجمع بين ستيفاني شول دردوري وبين إليوت ساكس؟ معلوماتنا هي أن ستيفاني شول دردوري هي يهودية أمريكية تشتغل لدى بعض أجهزة المخابرات كمستشارة في شؤون أمن الإنترنت، ونحن في الحقيقة لا نتحدث عن أصلها أو ديانتها اليهودية، لأن ما يهمنا هو علاقتها بأشخاص مثل هذا الشخص الذي عرضنا صوره وهو جندي إسرائيلي أمريكي، وكذلك بعلاقاتها بأجهزة المخابرات الأمريكية. وين راهو المشكل؟ هل يصح أن يتزوج ابن وزيرة في الحكومة الجزائرية فتاة عليها كل هذه الأسئلة؟ ألا يحقق جهاز المخابرات الجزائري في خلفيات الفتيات والفتيان اللواتي والذين يتزوجون أبناء وبنات الوزراء كما يفعل مع ضباط الجيش والشرطة مثلا؟ الأيام القادمة ستكشف عن الكثير، ونحن أيضا سنكشف عن المعلومات التي بحوزتنا عندما نتأكد من بعض الحيثيات المتبقية في هذا الاستقصاء. ولكن ننتقل الآن إلى محور آخر، محور سرقات هذه الوزيرة هي وعائلتها باسم الاستثمار. العزيز دردوري كي تخرجت منها فرحت البحرية ومن بعد درت وزارة الخارجية، ودونك راني عندي شركة تاع لا سيبر سيكوريتي لا سيكوريزاسيون دي ريزو انفورماتيك. في حقيقة الأمر فإن عبد العزيز دردوري لم يكن ضابط بحرية فقط، وإن كان بدأ مشواره العسكري في البحرية، فهو ضابط مخابرات
اشتغل في جهاز المخابرات لعقود، ثم تقاعد واشتغل في وزارة الخارجية، لكنه بقي يعمل في جهاز المخابرات رغم تقاعده، وعمل في سفارة الجزائر في واشنطن مستشارا للشؤون السياسية. ومستشارو الشؤون السياسية عادة هم ضباط مخابرات يعملون تحت غطاء دبلوماسي، وهذا عرف معروف في العالم. الحقيقة أن هذا الرجل استغل مناصبه كثيرا، فتكسب وتربح واشترى البيوت وكنز الأموال، مثلما فعلت زوجته بعد ذلك عندما تولت منصب رئيسة سلطة الضبط للاتصالات ثم وزيرة الاتصالات. وهذا في الحقيقة يبرر ويفسر الأموال الطائلة التي يملكها عبد العزيز دردوري وزوجته زهرة بومعزة دردوري، والتي جعلتهما يشتريان بيتا فاخرا لابنهما في واشنطن بمبلغ 400,000 دولار من أموال الفقاقير. وين راهو المشكل؟ وهكذا ومنذ وصول زهرة دردوري إلى منصب رئيسة هيئة الضبط في الاتصالات الجزائرية، قام عبد العزيز دردوري بإنشاء شركة سماها شركة SSRE أو SSRI، وهي شركة لأمن الإنترنت أو سايبر سيكوريتي. واستغل بالطبع وجود زوجته في هذا المنصب ليحصل على المشاريع والصفقات من شركات كثيرة تخضع لوصاية أو لتأثير سلطة الضبط التي تشرف عليها زوجته. للتذكير فإن زوجته وصلت إلى هذا المنصب سنة 2008، وهو أسس الشركة في 2009. وعندما وصلت زوجته إلى منصب وزيرة قام بتطوير شركته وفتح شركة أخرى سماها شركة سايبر سيك الجيري، وكان ذلك بمساعدة شخص آخر اسمه محمد والي مداني، ويدير ابنه مهدي هذه الشركات معه رغم أنه مقيم في واشنطن، ولا ندري كيف يفعل، لكن الفساد يبرر كل شيء. لاحظوا كيف أن هذا الشخص الذي على أقصى اليمين، هذا الشخص أسود البشرة الذي اسمه آلان زيدويمبا، هو صديق من أصدقاء مهدي دردوري الذين حضروا عرسه، والذين دعاهم بعد ذلك إلى عرس آخر، عرس أمه زهرة دردوري وأبيه عبد العزيز دردوري، اللذين عقد قرانهما مرة أخرى، ولكن هذه المرة بميزانية الدولة الجزائرية. فنظم ملتقى لأمن الإنترنت بأموال الجزائريين، واستضاف أصدقاء ابنهما مهدي في الجزائر بأموال الفقاقير، أموال الشعب الجزائري. وين راهو المشكل؟ أخيرا هذه بروفايلات بعض أعضاء عائلة زهرة بومعزة دردوري على الفيسبوك. وزهرة اسمها الحقيقي هو بومعزة، أما لقب دردوري فهو لقب زوجها. هؤلاء الأعضاء الذين تأكدنا أنهم فعلا أعضاء من عائلة الوزيرة كلهم يحملون أسماء فرنسية، وهو أمر غريب عجيب. فمنهم فرانس بومعزة، ومنهم آن صوفي بومعزة، ومنهم كزافيي بومعزة، أسماء غريبة عجيبة تحتاج إلى تفسير. ربما نبحث في هذا الموضوع لاحقا، أو يبحث غيرنا عن سر قرابة هؤلاء البومعزات ببومعزتنا زهرة دردوري بومعزة طرواجي الوزيرة الجزائرية.